مرحبا بكم في عالم الشغف والإثارة، في عالم الكرة. كل لحظة تحمل قصة جديدة، واليوم نحن مع خبر كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء إن جون مورتو مدير كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد ناقش في السعودية إمكانية خروج 4 لاعبين من النادي، حيث يسعي اليونايتد لبيع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لجمع أموال تمهيدا لضخها في التعاقد مع لاعبين آخرين. وأكدت صحيفة دايلي ميل أن مانشستر يونايتد أجرى مناقشات مع ممثلين عن الدوري السعودي للمحترفين حول الرحيل المحتمل ل4 لاعبين عن مانشستر يونايتد، وهم جادون سانشو، رافائيل فاران، أنتوني مارسيال وكاسيميرو. وأوضحت الميل أن مدير الكرة غادر السعودية دون التوصل لاتفاق حول اللاعبين. وتابعت الميل: التعاقد مع سانشو وفاران ومارسيال وكاسيميرو كلف مانشستر يونايتد 230 مليون جنيه استرليني، ويأمل النادي في استرداد أكبر قدر ممكن منها من خلال عمليات بيعهم. ويعتبر بيع سانشو هو الأولوية الأولى بالنسبة لمدرب مانشستر يونايتد تين هاغ والإدارة، حيث تم استبعاد نجم بروسيا دورتموند وإنجلترا السابق من تشكيلة الفريق الأول بعد حربه الكلامية مع المدير الفني إريك تين هاغ. وخطف مانشستر يونايتد نقطة ثمينة من مضيفه ليفربول، حيث سقط الريدز المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ففخ التعادل السلبي أمام ضيفه مانشستر يونايتد فكلاسيكو إنجلترا الذي أقيم بينهما مساء الأحد على ملعب آنفيلد، فقمة مواجهات الجولة 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.